تخلى نادي تشيلسي الإنجليزي عن نجمه المغربي حكيم زياش حسب ما ذكرت صحيفة دي أتلتيك الإنجليزية. وجاء هذا القرار بعد غياب زياش المستمر عن مباريات الفريق، إضافة إلى تصرفاته التي تسببت في عقوبة من المدرب غراهام بوتر. وقررت إدارة تشيلسي عدم الإبقاء على زياش في الفريق ووضعه في قائمة اللاعبين المتاحين للبيع في الميركاتو الصيفي القادم. ويأتي هذا القرار ضمن خطة إدارة تشيلسي لتغيير الدماء وتعزيز المجموعة. ويعتبر زياش أحد أبرز لاعبي تشيلسي، وكان قد انضم للفريق في صيف عام 2020 قادما من نادي أياكس الهولندي. ومع ذلك فإن إصاباته وأداؤه المتذبذب لم يساعدا على تحقيق نجاح كبير في الفريق الإنجليزي. ويأتي هذا القرار بعدما اتخذت إدارة تشيلسي قرارات مماثلة مع بعض زملاء زياش في الفريق، حيث يسعى النادي لإعادة بناء الفريق والعودة إلى المنافسة على الألقاب في المواسم القادمة.